الايس كريم الترند اللي مكسر الدنيا. قلت لا لازم اجربه بقى واقول لكم رايي بصراحه فيه. هو سهل جدا طبعا، ما فيهوش خطوات كتيره. بس يعني ايه، هقول لكم رايي بقى في اخر الفيديو. يلا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كان عندي كده كام حبايه مانجا في التلاجة، المهم يبقوا ناشفين، مش طريه قوي يعني، تبقى ناشفه. وهجيبهم ايه، اغسلهم حلو قوي، ومع بعض هنعملهم بالشكل ده. هاجي من تحت كده وهقطع الحته اللي بتبقى تحت دي، وبالمعلقه مش بالسكينه، عشان انا جربت واحده بالسكينه اتقطعت معايا. بالمعلقه هبدا ان انا افصل البذره عن اللحم بتاع المانجايه. اي نوع مانجا ينفع، اي نوع ينفع، بس يفضل يبقى نوع ما فيهوش شعر عشان يبقى سهله معاكي. البذره بتطلع بمنتهى السهوله، انا عملت معاكم كذا واحده. بالمعلقه بحاول ان انا اخلص البذره كده من اللحم، وبروح عكسه الاتجاه وانا بخلعها بالشكل ده كده. بتطلع معايا بمنتهى السهوله، شايفين؟ طيب انا استخدمت عندي هنا نوع مانجا كان سكري، اللي كانت موجوده عندي كانت سكري. تقدري تستخدمي اي نوع متاح عندك، بس يفضل يبقى ما فيهاش شعر، او تبقى ناعمه يعني، بحيث انك انت تعرفي تطلعي البذره منها بسهوله. انا كده عملت الكميه اللي عندي، كان عندي كام واحده كده. كان عندي حوالي 6 حبات، وقلت هجربهم الستة، مش هيخسروا يعني. طيب انا مش كان عندي ايس كريم، فجبت كوبايه كريم شانتيه على كوبايه حليب على معلقتين حليب محلى مكثف، وضربتهم مع بعض وبقى عندي احلى ايس كريم. مش هتوه يعني ولا لا، بسهوله كده خالص عملت ايه معاكم الايس كريم. وهبدا ان انا احشي عندي المانجا بتاعتي بالشكل ده. بس يفضل تبقى معلقه صغيره عشان اعرف احشي وادخل جواها الايس كريم بمنتهى السهوله بالشكل ده كده. حشيت بقى كل المانجا اللي عندي بالطريقه دي، وطبعا بحطها في علبه او في طبق او حاجه يبقى ساندها بالشكل ده كده، وبدخلها الفريزر. انا الصراحه حطيتها في الفريزر ونسيتها، مش عايزه اقول لك يوم ولا 2. ماشي، نسيتها خالص. جيت بقى طلعتها، اول ما طلعتها من الفريزر قشرتها على طول، بتتقشر معايا بمنتهى السهوله. طبعا انت ممكن تسيبيها في الفريزر 4 5 ساعات اول ما تتجمد يعني، عشان تعرفي تتحكمي فيها وتقطعيها. بقشرها بمنتهى السهوله، مفيهاش اي مشكله خالص. الايس كريم ده على فكره حلو قوي قوي قوي. طعمه جميل، ميكس ما بين المانجا وما بين الايس كريم الفانيليا. تقدري بقى تستخدمي ايس كريم فانيليا، ايس كريم مانجا، ايس كريم اي نوع انت بتحبيه، بس طبعا اللي يمشي مع المانجا الفانيليا اكتر حاجه. وجبتها وقطعتها، بتتقطع معايا بمنتهى السهوله بالشكل ده كده. تقدري تخليها رقيقه او تخينه زي ما تحبي، بجد تحفه. حلوه قوي، مش عايزه اقولك الولاد عجبتهم جدا. يعني من الحاجات اللي انا هكررها مره واتنين وتلاته، وفكره ممتازه ممتازه يعني. جربيها تعجبك قوي قوي قوي. لو عملتيها مره هتعمليها كتير، طعمها حلو قوي قوي قوي. ان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده.